في حاجة مهمة، لو انت عملتها هتاخد عليها درجة حتى لو انت اصلا حلل غلط، ولو انت مش عاملها وانت حلل صح هتاخد نص الدرجة. في معلومة مهمة جدا وشوية حاجات لازم تعملهم في امتحان مادة الرياضة سواء الهندسة او الجبر. لو انت عايز تقفلهم وتاخد درجة كاملة اسمع الفيديو للاخر، لان في شوية حاجات احتمال هم اللي ينقصوك. وزي ما قلت لك لو انت عاملها وحلل صح هتاخد الدرجة كاملة، تمام. ولو انت حلل صح ومش عاملها مش هتاخد الدرجة كاملة واحتمال تاخد نص الدرجة. ولو انت عاملها والنتيجة او الحل طلع معاك غلط وانت عامل الخطوات دي هتاخد درجة عليها برضه، تمام. لاي حد في ثالثه اعدادي يا رب تكون سمعت الفيديو ده قبل ما تمتحن مادة الرياضة سواء الجبر او الهندسة، مش هتختلف في الاتنين زي بعض. شوية خطوات كده هقول لك عليهم هتاخد عليهم درجة، سواء حلل المسألة صح او حللها غلط هتاخد الدرجة زي ما قلت لك، تمام. ونبدأ كده في الفيديو. بس لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة. كمان اكتب لي سمعت الفيديو امتى في التعليقات عشان اعرف الناس اللي سمعت الفيديو قبل ما تدخل الامتحانات. بص، شوية خطوات زي ما قلت لك هتعملهم في مادة الرياضة، لو انت عملتهم وحليت المسألة او الناتج طلع معاك صح هتاخد الدرجة كاملة. طب لو انت عملتهم والناتج طلع معاك غلط هتاخد النص، تمام. ولو انت حليت صح والناتج طلع معاك صح لكن انت مش عاملهم هتاخد النص ومش هتاخد درجة كاملة. للناس اللي بتقول احنا بنحل صح بس مع ذلك بننقص، طب ليه؟ ما مثلا النتيجة طلعت صح احنا ننقص ليه؟ يعني الحاجة دي ضروري ومطلوبة. ايه هي؟ بص، على سبيل المثال في الهندسة مثلا بيقول لك اذا كان س بتساوي كذا وكذا وص بتساوي كذا كذا مثلا اوجد الف اوجد ب. طب احنا هنكتبه ليه تاني ده؟ لا، لازم تكتبه وتنظم الورقة بتاعتك. هقول لك ازاي. جات لك مسألة زي ما قلت لك اذا كان س بتساوي كذا اذا كان ص بتساوي كذا اثبت ان مثلا ده مربع، اثبت ان ده مستطيل ايا كان. هتبدأ كده الورقة بتاعتك هتكتب ايه؟ اول حاجة تبدأ بالمعطيات. المعطيات اللي هو عطاها لك اصلا، اللي هو مثلا يقول لك س بتساوي كذا ص بتساوي كذا ا بتساوي كذا، دي المعطيات اكتبها، تمام. دي اللي هتحل من خلالها. بعد كده تكتب المطلوب. المطلوب اللي هو عايزه منك، سواء عايز س او عايز ص او عايزك تثبت ان س بتساوي ص او عايزك تثبت مثلا ان ده مربع ان ده كذا، ده المطلوب. بعد كده تدخل على البرهان وده الحل بتاعك، تمام. طالما انت كتبت الخطوتين دول المطلوب والمعطيات انت هتاخد درجة، هتاخد درجة. يعني مثلا لو المسألة عليها 3 درجات فأول درجة على شوية الحاجات اللي قلت لك عليهم، تاني درجة بقى على شوية القوانين والترتيبات بتاعتك وإنك تحلها، آخر درجة على الناتج. طلع صح كده أنت خدت درجة كاملة، طلع غلط على الأقل هتكون ضمنت لك درجة أو درجة ونص، تمام. هقولها تاني. أول حاجة تبدأ الحل تكتب لي المعطيات، الحاجة اللي هو عطاها لك اللي من خلالها عايزك تحل المسألة. بعد كده هتكتب ايه المطلوب منك ايه، سواء كانت مسألة مثلا او يقول لك مثلا اثبت ان س ص مثلا مربع، ده المطلوب. تكتب بعد كده البرهان وده الحل بتاعك. وطبعا اي قانون انت عارفه يقدر ان هو يحل المسألة دي اكتبه، مفيش اي مشكلة انك تحل المسألة بقانون واتنين. الخطوة اللي انت بتكتبها بتاخد عليها درجات، اي خطوة بتكتبها بتاخد عليها درجة، تمام. ده بالنسبة للمسائل العادية، امشي بالخطوات دي عشان تاخد درجة كاملة. مطلوب المعطيات البرهان واكتب القوانين، تمام. بلاش انك تختصر وتكتب لي النتيجة على طول، لا. يعني مثلا ده اللي بيميز الشخص اللي غش عن الشخص اللي حل. اللي بيغش ده هيقول لك هات الحل على طول، فهو مش هياخد درجة كاملة، غالبا هياخد درجة واحدة بس على الناتج اللي هو طلع معاه صح. لكن احنا عاوزين الخطوات، عاوزين القواعد، القوانين اللي انت هتحل بيها. يعني مثلا صاحبك اللي انت بتديه او بتغششه النتيجة بس، ده ما بياخدش درجة كاملة، انت اللي بتاخدها لانك بتحل ماشي بالترتيب، تمام. خلصت المسألة بتاعتك ودينتك تمام. حسيت ان في مشكلة بس المسألة خدت وقت لان ده بوكلت او خدت منك مساحة وانت عايز تغير، ارجع ورا في المسودة وحل المسألة تاني واكتب له تحت في المسألة الأولانية اللي انت شاكك فيها او مش مرتاح لها، اكتب له مثلا ايه
حل موجود في المسودة مثلا، عشان يروح وين المسودة ويشوف الحل الصح بتاعك، بدل ما تشطب وتبوظ الدنيا. حتى لو شطبت مش هتلاقي مكان تحل فيه. هو كده كده اعطيك المسودة بحيث لو حصلت ظروف وانت عايز تعمل حاجة تاني، تمام؟ بس تكتب له كده من تحت حل المسألة في المسودة صفحة كذا، تمام؟ دي كانت نقطة عايزك تظبط تروج على الورقة بتاعتك. بعد كده اللي هي الأسئلة الأخطر، أيا كان اختر، دي ما تحلهاش بسرعة، يعني اتأكد منها الأول إنك تحلها في المسودة وبعد كده تتأكد من الناتج. بلاش إنك تتسرع وتختار، لا. واحد زميلك عطالك أو غشيت يعني مثلا، برضه حاول إنك تحل المسألة مع نفسك في المسودة. إحنا والله عاطينك المسودة عشان حاجتين. أول حاجة المسودة دي عشان تحل فيها الأسئلة اللي زي اختر مثلا. تاني حاجة عشان لو في مثلا سؤال من المسائل انت حلته غلط بس مفيش مكان انك تحل تاني، حله ورا. او في اجابة انت شاكك فيها الى حد ما، شاكك فيها بس عندك حل تاني، اكتب له برضه يوجد حل اخر في المسودة صفحة كذا، هو هيرجع لها وان شاء الله هيديك الدرجة على الاجابة الصح، تمام؟ حاول تظبط الدنيا في الرياضه كده وما تبهدلش الدنيا. يعني كده الفيديو خلص. اكيد يعني في مدرسين كتير جايت لك الكلام ده، بس انا حبيت اكد لك عليها ان اي خطوه بتكتبها في اي مساله انت بتاخد عليها درجه، تمام؟ كده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.